كان يا ما كان في قديم الزمان، كانت واحد القبيلة كتعيش في الهنا والسعادة. وكان عندهم واحد الشاب جميل، وكان عنده واحد العود. وكان كل عشية في البرد الحار كيدي داك العود ديالو، كيساريه ويدورو ويدوزو حدا واحد العين تيشربو منها الماء. واحد النهار مشى كيف العادة مع العود ديالو ودوزو حدا العين، ولكن هاد المرة العود ما بغاش يشرب. حاول معاه والو ما بغاش. مشى داك الشاب حدا العين وقرب، وهو يلقى زغبة طويلة حابسة الماء من الخروج وسادة ديك العين. حيدها وخداها معاه للدار. ملي وصل قال لمو: انا بغيت نتزوج، ولكن الشرط ديالي الوحيد هو ان البنت اللي غنتزوجها هي مولات هاد الزغبة. وافقت الام وبرحوا في القبيله على البنات كاملين، وبقاو كيقيسوا عليهم ديك الزغبه. كاين اللي جاتها طويله، كاين اللي جاتها قصيره، وسالاو البنات كاملين وما لقاوش مولات هذيك الزغبه. قال لهم الشاب: زيدوا صيفطوا على البنات. وهي تقول لهم: مو يا ودي راه ما بقات حتى بنت، كلهم جاو وكلهم قيسنا وحتى وحده ما جات قدها. قالت ليه: ما بقات غير اختك هنا. هو يقول ليها: حتى هي جيبيها، انا راه حلفت حتى نتزوج مولات الزغبه واخا تكون اختي. عياو يهضروا معاه والو ما بغاش يسمع. ما لقاو ما يديروا، بداو الاحتفال وناض الشطيح والرديح والعراضات. والعروس اللي هي هانا اختو رفضات نهائيا، ولكن خوها كان مصر. وكان عند هانا خوها واحد اخر صغير سميتو رويحه. ناضت ووصاتو، قالت ليه: هانتا ملي يكونوا المشاطات يمشطوا ليا شعري، سرق انت ديك المشطه وهرب. وملي نقول لك وقف وقف رويحه، انت عاد ما زيد تجري. وملي نقول لك جري يا رويحه، ديك الساعه توقف. وافق خوها الصغير ونجحت ليهم الخطه، وهرب رويحه بالمشطه. وبقاو كاع الدراري ديال القبيله يجريو موراه باش يجيبوا المشطه، حيت راه فال ما زوينش الا تسرقات المشطه ديال العروس. وهي تقول لهم: هانا غير استناو باش ما يزيدش يهرب، خليوني انا نجيبو، هو راه صغير وانا ما غيخافش مني، وانا غادي نشدها من عنده غير بالحيله. مشات وتبعاتو وهي تقول ليه: وقف رويحه، وهو يجري. وهي تقول له: وقف رويحه، وهو يجري. وهي كتزيد تجري موراه، هو يجري وهي تجري، حتى لقات راسها بعدات على القبيله وهي تقول له: جري يا رويحه، وهو يوقف. ورجعوا عاوتاني لشجرتهم. ملي وصلوا وهي تفكر العقيق ديالها نساتو حتى العين. صيفطات خوها وهي تقول ليه: سير جيب لي العقيق، راه انا نسيتو حدا العين. وليني من تمشي عندك يجيك العطش تاني وتمشي تشرب من القلته ديال الماء ديال الغزلان. قال ليها: لا ما تخافيش. ملي وصل رويحه وهو يوصل عطشان وتلف وشرب من القلته ديال الغزلان وتحول ورجع غزال. مشى للبلاصه اللي فين شربات اختو ولقى العقيق، هزو بقرونو ورجع عند اختو. ملي شافتو كانت كتبكي توصي فيه: عندك يشوفك شي واحد والله يصيدك شي صياد ولا ياكلك شي حيوان مفترس. وبقى كيمشي كيسرح مع الغزلان النهار كله ويرجع في الليل يبات حداها تحت الشجره. واحد النهار شافت من بعيد الصياده وخافت على رويحه وبقات كتغوت عليهم من فوق الشجره: الصياده عندكم تصيدوا، راه رويحه خويا معاهم، راه وسط الغزلان. وملي تلفتوا دوك الصياده وشافوها وهما يتفتنوا بداك الزين اللي عطاها الله، مشاو عند السلطان وقالوها ليه. قال لهم: حضروها ليا دابا تمشيو تجيبوها. مشاو عند واحد المراه شارفه وداروا معاها خطه اللي غتخلي هانا تهبط من الشجره باش يخطفوها ويديوها عند السلطان. ناضت المراه جات تحت الشجره وحطات خيمتها وخرجت للماعن باش دير الطعام، وبقات كتفتل في داك الطعام وهي كتفتل. الطبق حطاتو بالمقلوب والقصعه حتى هي مقلوبه والغربال حتى هو مقلوب. وهي تقول ليها: هانا ها خالتي ها خالتي، راكي قالبه الماعن كاملين، راه كلشي طاح لك في الارض. ابنيتي راه انا عمية وما تنشوفش، الا جات على خاطرك اجي عاونيني. وافقات هانا وهبطات وهما يطيروا عليها الصياده وداوها القصر عند السلطان.
وبقات هنا تقصى السلطان مهمومه حزينه على خوها اللي بقى في الغابه. قال لها السلطان واش تزوجي بيا؟ قالت ليه انا قابله ولكني بشرط واحد، انك تجيب لي خويا رويحه من الغابه. هو كان انسان وملي شرب من القلته ديال الغزلان ولا غزال. مشاو الخادم ديال السلطان للغابه كيقلبوا فيها حتى لقاوه وعرفوه بالخريطه اللي في ودنو وداوه القلته اللي شربت منها هانا وعام فيها وهو يرجع انسان كما كان من قبل. وملي جابوه ليها فرحت به، جات هانا وعاشت بخير مع راجلها وكبر رويحه ورجع شاب. وملي حملت هانا وقربت تولد، السلطان كان خاصو يسافر وهو يجيب عيالاته الاخرين ويقول لهم تهلاو في هانا راها قريبه تولد. سافر السلطان وولدات هانا وليد زوين، وهي تشعل الغيره في قلوب الزوجات الاخرين حيت هما ما كانوش كيولدوا. ناضت وحده وهي تقول لها اجي نفلي لك شعرك ونمشطوليك راك يلاه والده باش ترتاحي. بقات هانا وحنات راسها للزوجه الاولى ديال السلطان وكتفليه ليها وهي دير ليها واحد الكموسه ديال لي باري في راسها وفي البلاصه ولات حمامه. وبقات على هذا الحال حتى كبر ولدها ولا كيتكلم وكيبقى يتسنى فمو حتى كيعيا. والسرب ديال الطيور اللي داز كيسولوا عليها لهم واش شفتوا مينتي؟ كيقولوا ليه مازال بعيده. كيبقى يبكي وكيعاود يسول السرب اللي جاي موراه كيقول ليه واش شفتي مينتي؟ يقول ليه مازال بعيده. كيبقى يبكي عاود ثاني من يدوز شي سرب اخر ديال الطيور يسولو وهو يقول ليه داك السرب ها هي مورانا جايه. فرح داك الوليد وجلس تيستنى مو وهي تجي باش ترضعو حتى الغد وتعاود تمشي. ملي رجع السلطان وسول على هانا قالوا ليه عيالاتو راه مسخها خوها ورجعات حمامه. هو يمشي عند واحد الحكيم وقال ليه على داكشي اللي طرا لمرته. هو يقول ليه داك الحكيم يا ودي راه خاصك تطلي ولدك كامل بالعلم وتخلي مو حتى تجي ونشدوها. داك الولد وطلع كامل بالعلم. وملي جات ترضع ولدها جاو باش يشدوها وبغات تطير ولكن لصقات مع ولدها وتشدوها. وملي شدوها جا الحكيم بقى يقلب ليها راسها وهو يجبد ليها داك الكمسه ديال لي باري حيدهم ليها وهي ترجع كما كانت مرا عاديه ولكن ما كتهضرش. وهو يقول لهم عاوتاني الحكيم غتشدوا المصران ونعمروه بالدم وعلى عنق الولد ونديرو بحال ذبحناه. وداكشي اللي داروا. وملي دخلت عليهم وشافت هانا داك الدم كيتحاب ليها راه فعلا ذبحوا ولدها. وهي تخلع وشهقات وبغات تغوت وطارت من حلق هذيك الكموسه ديال الربيع اللي كانت كتاكل فاش كانت حمام وبقات كتغوت. وعاد هما يقولوا ليها راه هذه درناها لك باش تبدي تهضري. هو يسولها السلطان وقال لها قولي لي شكون اللي دار فيك هذه الحاله؟ شكون مول هذا الفعاين؟ وهي تقول ليه راه عيالاتك ملي ولدت الولد وهما يتفقوا عليا. قالت لي راه مشط لك شعرك وهي تخشي ليا ديك الكموسه ديال اللي باري. ويحكم عليهم السلطان بجوج ديال الجمال. علق كل وحده من عيالاته على جمل ودار ليهم سطيلات خاويين من التحت وهما دوك الجمال كيجريو ودوك السطوله كيقرقبوا. بقاو دوك الجمال غاديين تيجريو بالعيالات حتى ما بقاوش تيبانوا. وهكا عاشت هانا مرتاحه مع السلطان وولدها وخوها رويحه. وهذه حجيتي مشات من الواد للواد وانا بقيت مع ناس الجوان.